بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا هذه رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات وإلى أصحاب القنوات وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات. أقول شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله. شبابنا يموتون على المعازف والألحان. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. روى لي أحد الثقات قائلا: شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضيات. سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها بشجرة من الشجرات، فاجتمع الناس من حول السيارة المنكوبة، وكنت معهم يعني صاحبي. وفي السيارة كان شاب لعله في آخر اللحظات من العمر، ولعله مع الموت في سكرات. كل من اقترب من السيارة وشاهد المنظر تأثر، والذي زاد الأثر والتأثر صوت الموسيقى المنبعث بقوة من مسجل السيارة. حاول البعض إسكاته وإطفاءه ولكنهم لم يستطيعوا. يقول: حتى قمت أنا بكسره بحجر وتم إسكاته. ثم أخذنا نردد على الشاب وهو في ساعة احتضاره: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها. حاولنا معه مرات ومرات ولكنه لم يستجب لنا، حتى فاضت روحه وتوقف قلبه وسكتت أنفاسه. وفي تلك اللحظة الحرجة ساعة خروج الروح، في تلك اللحظة الحرجة انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه. انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه. فأخذ الناس حول السيارة يبكون ويرددون: إنا لله وإنا إليه راجعون. خانتهم الأغاني، غرتهم الأماني، وضحك عليهم الشيطان. شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله. شبابنا يموتون على المعازف والألحان. وصدق الرحمن حين قال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال رجل لابن عباس: أفتني في الغناء، حلال هو أم حرام؟ فقال ابن عباس: لا أقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا أقول حراما إلا ما حرم الله، لكن قل لي، يقول ابن عباس للرجل، لكن قل لي إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال ابن عباس: اذهب فلقد أفتيت نفسك. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وأخيرا هذه رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات وإلى أصحاب القنوات وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات. أقول أنتم من أسباب ضعف الأمة وضياعها، وما ضاعت البطولات والانتصارات إلا بسببكم. ووالله ما زنى زاني وشرب الخمر سكران وما رقص راقص ولا ضل شاب ولا فتاة إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب، ولتحملن أثقالا مع أثقالكم. فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ ستقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ألا ما أقبحه من عذر وما أقبحه من جواب. ألا فتوبوا قبل أن يحل بكم ما حل بشهيد فنكم ويغلق الباب.